واشترينا كيلو حلويات 750 جرام. ما قلت لي كده في الطرب عديتها، في الكفته عديتها، هل الحلويات كمان بتخس؟ ده فشار يا جماعه، ده فشار. بص تعرفها كده دي قطعه كده اتحسبت عليك كده. اهلا بيكم في احلى مقارنه في العالم يا جماعه. كيلو حلويات شرقي، كفايه مشويات وطواجن. ونبتدي بالمحبوب لديكم تسبس. ده كيلو حلويات شرقي، وده كيلو حلويات شرقي بردك من اتوال. مش عارف ده كيلو وده كيلو ازاي عاملين كده، هنوزن وراهم. وتالت واحد معانا ساليه سكري. ده صاحبي وحبيبي البوشة، جاب لي منه تورته عيد ميلادي ونخششت في نافوخي. هو بيضحك. هنا الكيلو 620 جنيه. هنا كيلو حلويات الشرقي يا جماعه ب 620 جنيه. وخلينا نبدا بساليه سكري. اهلا بيكم في كيلو الحلويات مشكل من ساليه سكري ب 620 جنيه. تيجي نحطه على الميزان كده بعلبته. كيلو 120 جرام. هنقول ان ال 120 جرام دي كرتونه وهو ده كيلو، مع ان انا حاسس ان الكرتونه دي اكتر من 120 جرام. الشنطه شكلها حلو. وايه ده؟ ايه اللمعان الجميل ده؟ نبتدي بالحلقات. اسمها حلقات او غوايش او مش عارفه ايه، فستق. طيب اول قطعه في اللذيذ منه الفستق جامد والكنافه حلوه. دي اسمها ايه؟ بسيمه ولا حاجه زي كده، سمي الله. ودي قالوا لي ان اسمها مخدات. هل الكلام ده صح ولا الراجل اصلا اشتغل لي عشان لقاني جاهل وامي؟ نشكر ابن ناس. مش مسكره خالص، هاديه خالص قوي. ونخش على الجلاش الابيض الجميل المورق، واكيد يعمل معاكم صوت خشوله. اسمع يا عزيزي. ايه ده؟ فين السكر؟ احنا النمل، فين السكر؟ مفيهاش سكر، هاديه خالص خالص. خش على قطعه البسبوسه واتهرت خالص وهي طالعه. بسيط خالص، مفيش نسبة سكريات. ندوق آخر حاجة البقلاوة يا جماعة. إيه ده؟ حاجة مش مسكرة، عادية قوي، حلوة يعني. افهموني صح. طعم السمنة واضح قوي في البقلاوة دي. إيه ده؟ في سمنة قوي في الحوار. طيب طعمها حلو، طعمها جميل، كل الحاجات. سكرها هادي قوي 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 قوي. مفيش سكر. الناس اللي ما بتحبش السكر في الحلويات ده فعلا مفيش خالص. يعني حتى لو رفعنا واحده كده، بص تعالى بعد اذنك. بص لو رفعت 2 3 4 العلبه مفيش العسل اللي نازز مغرقها. يعني برضك حتى بص البسبوسه مفيش تحت البسبوسه الموضوع الاوفر. ونقفل علبه ساليه سكري ام 620 جنيه يا جماعه. اي واحده مخطوبه، اي اهل عروسه، حبيبي الراجل اللي جاي لك خطيب بنتك، عريس بنتك، جاي لك ب 620 جنيه. يعني بمقام يومين شغل وانت مش عاجبك الطبق المشكل اللي هو جايبه لك. عيب، قدروا الناس. 620 جنيه عشان يجي لك بطبق كيلو واحد بس. الدنيا صعبه. راعوا المخطوبين. يا عزيز الخاطب خد لك 2 كيلو موز وروح واشتري دماغك. مش لازم كل مره، معلش يعني مع احترامي ليكم، مش لازم كل مره حلويات حلويات حلويات. في ايه؟ 620 جنيه في الطلعه؟ ليه يا عم؟ طالع قابل السفيره عزيزه كل يوم ولا ايه؟ اقفل يا خش على بعض. ايه تاني واحد معانا يا جماعه؟ تسبس. مديك فخامه، منظر فخم. ايه ده؟ العلبه الجميله دي. وتسبس بيديك كيلو الحلويات ب 545 جنيه. وعايز اقول لكم ان الحياه بقت صعبه. الشنطه هنا لذيذه، شنطه تحترم وعلبه تحترم. وبس عايز اقول حاجه عشان المقارنه تبقى عادله. وليه احنا اصلا جبنا علبه حلويات جاهزه ما شكلناهاش بمزاجنا. ساليه سكري احنا كان اول واحد دخلنا عليه. هنبدا المقارنه، هنبتدي بساليه سكري. دخلنا جبنا مفيش بقى عندهم كنافه وبسبوسه والحاجات دي مرصوصه في الصواني الكبيره دي، وانت بتختار مش عارفه ايه لازانيا، مش عارفه ايه ام عبد وام مجدي. مفيش الكلام ده خالص. هو عنده العلبه جاهزه تخش تاخدها. هو ده نظام ساليه سكري. مفيش عنده يقعد يدب ويقطع لك وهات لي طن من دي وفرخه ورك من دي. مفيش الكلام ده هناك. هناك نظام شركه مدينهم العلب هم يبيعوها. ده ساليه سكري. هل يمكن الفرع ده في شيراتون بس والباقي اللي عنده معلومات يقول لنا؟ عشان كده جبناه كله جاهز. يعني ده هتروح تلاقيه جاهز.
اسمه تقريبا ده كيلو حلويات مشكل. هو قال لي بتاع تسيب، بس ان اسمه ده حلويات سفر. معرفش يعني ايه حلويات سفر، يعني هو ده بيبقى مدينه حاجه يعني تحافظ عليه في لما تسافر بيه مشوار ما تحمطش منك بسرعه. ولكن باختصار هو ده الكيلو. وانا حاسس ان هنا الكيلو فيه بركه شويتين. لما تيجي نوزنه، شلنا الغطا. ايه ده؟ كيلو 800. الرصيد بيقول كيلو. الرصيد بيقول كيلو. كيلو 800 يعني 800 جرام. هي العلبه برضك تقيله، بس حاسس ان هي كميه اكتر. انتوا رايكم ايه؟ كميه اكتر. حتى الناس اللي ورا الكاميرا قالت ان شكل الكميه اكتر. وهنا مفيش بسبوسه بتاعت سيب، بس قال لي بقى نظام الشركه عندنا مفيش بسبوسه. يعني نظام شركه سلسو كوريه انك ما تعبيش بمزاجك. هنا مفيش بسبوسه في الكيلو مشكل. وايه ده؟ ايه ده؟ ليه ايه؟ ايه الغواشي الجميله دي؟ ايه الفن ده يا جدعان؟ انا حاسس ان هنا حاطين كميه جلاش اكتر. بص تعال كده عد معايا الاصناف. ادي دي بقلاوه بالجلاش، ده جلاش ملفوف، ده جلاش تاني، ده جلاش تالت، ده جلاش رابع. يعني 4 انواع جلاش في دي. وحاطين له ورقه، يعني كل واحد من دي فاضيين تحط له ورقه. يعني كل بتاع انا هاجي اكلها اشيل من تحتها الورقه. ده انتوا رايقين قوي. طب بس دول عالم فايقه ورايقه. حاجه سكرها ايه ده؟ مفيش سكر خالص. هو السكر غلي ولا ايه يا جماعه؟ شركات الحلويات ده مش مسكر. يعني هو حلو بس مفيش سكر. يعني ايه انتوا عاملينه ايه؟ دايت؟ ده كيلو مشكل دايت ولا ايه؟ ايه التهريج ده؟ فين المفروض امسك الورقه دي اصلا تبقى غرقانه عسل. يعني انتوا، هو انا بقول اي كلام؟ انا مجنون ولا انتوا ايه؟ انتوا معايا ولا انتوا بتضحكوا ليه؟ بجد انا فعلا بمسك. المفروض اهي، المفروض لما تيجي تعمل الورقه دي تلاقي غرقانه عسل، صح؟ ايوه. فين احنا النمل؟ فين السكر؟ فين هي ناشفه؟ والله فعلا مفيش. بص ايه الفكره؟ ان هي ما فيهاش شربات اللي بيتدلق. جاهزه. عشان جاهزه ايه يعني؟ جاهزه مش جاهزه. الجلاش ده بيغسل المعده، بيروق كده على الكلام. ايه ده؟ حلو قوي. هم ازاي عاملين كنافه بيضه؟ يعني ايه الكنافه البيضه دي؟ ما اتحمصتش؟ في حاجه. ودي الوحيده اللي باين عليها سنه عسل اهو من بره. فاهم؟ خدت لحسه عسل اهي. قرب معايا كده بعد اذنك. تعالى يا احمد كده بعد اذنك. بص، هو يوسف مش احمد، ده عندنا هنا يوسف مش احمد. احنا النهارده ليه جايبين اصلا حلويات مش ريش وبتاع؟ هو اصلا فكره ان يعني ست الكل عملت لنا طواجن فكلنا واترسنا واتسطلنا وقلنا هنعمل مقارنه ازاي. طب الحل ايه؟ هنضيع اليوم، تعال نجيب حلويات. هو ده كان سبب اصلا فكره فيديو الحلويات. وده مش اعلان لحد خالص، وبامانه الله اللي بحكي لكم دي قصه حقيقيه مش وهميه يعني. وتسلم ايدك يا ست الكل، الاكل بتاعك كان احلى من الحلويات والله العظيم. انتوا دي جربوها. دي كنافه نيه معموله بطريقه ومحشيه حاجه طعمها حلو قوي. طعم الكنافه النيه، عارف لما تروح تشتري تاخد حته كنافه نيه في رمضان؟ هي دي بس معموله بطريقه جامده قوي. الحلقه دي هتبقى طويله على الفاضي. خش على اللي بعده. حبيب الملايين اخيرا اتوال. وهنا العلبه تقريبا كشه وفشه. وزمان كنت انا ساكن في منطقه كان اتوال دوت اسمه ابو محرم مش اتوال، وغير اليافطه وكتب كده ابو محرم اتوال. مفيش حاجه بتثبت على الحال. ده حقيقي، مش انا بقول ده مش تهريج. انا كنت ساكن في الزاويه الحمراء، وكان في الويلي ناحيتنا كده، كان على الطريق بره، وكان حلواني جامد يعني زمان. وعنده كيلو المشكل ب 530 جنيه، صح يا سيد الفاضل؟ وده منظر الكيلو. انا بقى هنا في ايرور في دماغي. ده كيلو وده كيلو وده كيلو. مين في كل كيلو؟ ولا انتوا يعني اللعبه الميزان ماشي ازاي عندكم؟ هو نظام الكفته والطرب برضك ولا ايه؟ يعني هل الحلواني ماشي بمبدا بتاع المشاوي ولا ماشيه ازاي؟ ما تيجي نوزن. ده تهريج. انا شاريه على سن هو كيلو وب 530 اهو، عشان ما تقولش الريسيت بيضحك عليك. العلبه دي سعرها 530 جنيه، المفروض ان كيلو. عم اتوال، انا شاري كيلو حلويات من عند اتوال على اساس ان هو كيلو ومكتوب كده سعره 530 جنيه، وقال لي ان ده كيلو حلويات. جاي 980 جرام غير علبه صفيح. علبه صفيح لوحدها ربع كيلو. يا نهار ابيض، ليه كده؟ ليه كده؟ وهنا منظر محترم، مع اني حاسس ان الضحك عليا في الميزان. ولكن بص بقى. اتوال
اتوال يا ولاد. ايه طبق اهو ماشي. ما تيجي نعمل حركه اصيع من اللي احنا عملناها يا ولاد. هنعمل ايه؟ الطبق اللي جوه بقى. الطبق اللي جوه البشقات. البشه بقى البشه بيسخني اكتر على اتوال. انت عايز ايه؟ اهو ده المفروض ان انا طالب كيلو. تيجي نشوف كده يقول ايه. 750 جرام، واشترينا كيلو حلويات من عند اتوال وطلع 750 جرام. لما قلت لي كده في الطرب عديتها، في الكفته عديتها، هل الحلويات كمان بتخس؟ هل الحوار ده بيخس بردك؟ ادوني حجه، يعني ردوا عليا بحجه، قولوا لي لا ما عندكش حق ده الكيلو بيخس. انا اشتريت كيلو ب 530 جنيه. المفروض ان دول 70 قطعه. يعني انت عادل، انت دوق فين ال 70؟ انت عادي دي قطعه؟ دي قطعه اتوال يا جماعه. دي كبسوله. ده حطها تحت ضرسي. انت يا ريك ده بجد. هو كاتب لي 70 قطعه. ايوه كاتب في الريسيت بجد. انا كان نفسي اوريكم البتاع الاولانيه، لو ارجعوا انتوا بالفيديو لورا هتلاقوا البتاع بتاعتي مكتوب عليها 70 قطعه. فدي قطعه يعني لما انا اديها نضيفه اقول له خد لك قطعه. الصوله دي خد منها 10. انا خلصت ال 70، عايز بقى بقيه الكيلو بتاعي. تعالى لي يا احمد. هنا عين جمل، ده فستق، عين جمل فستق. هنا كذلك بص، هنا تقريبا بندق وفستق، يعني عاملين مروقين الكلام. علبه تشرف ولكن ما تاخدهاش يا عريس. يعني لو انت رايح كعريس وعايز تجيب كيلو واحد اخلع يعني، عشان حماك هيرزقك بالبتاع البلاستيك او الحديد اللي بره دي في نافوخك يفتحهولك. منظرها كنز شويه. يلا ندوق البقلاوه بتاعتهم ونسمي الله. كده عورضه. دي كده قطعه. هو تبذير. تخيل تروح عند حد تقول له اجيب لك 70 قطعه تقعد تاكل منهم انت 30. ده فشار يا جماعه، دي مش بقلاوه يا اتوال. ده ايه ده؟ عقله. ده فشار. بص تعرفها كده بس. دي قطعه كده اتحسبت عليك قطعه. في الاخر عايز اقول ان الاثنين اللي فاتوا سكرهم هادي قوي. ده سكره حلو، فيه واضح فيه السكر اتوال، بعيد عن الهزار والكوميديا اللي احنا عاملين نعملها. كل ده بندردش معاكم، بنهزر معاكم، بنضحك، مش سخريه من حد خالص. احنا بنحب اتوال، وياما اكلنا من عند اتوال، وياما وانا طفل اصلا جبنا حاجات من اتوال. اتوال يحترم، ولكن هم يقولوا لنا بقى ايه حوار ده. ممكن حد يخش يفهم في اتوال يقول لنا ليه اصلا العلبه دي طالعه بالميزان ده وسعرها ده. هو في الاخر كيلو من عندنا ومن عندنا ومن عندنا، وفي الاخر الاسعار كلها متقاربه. يمكن اغلاهم سلاسل كوري. بس انتوا بقى اختاروا. انا وريت لكم الثلاث علب، انت يا عريس اختار اللي انت عايز تتضرب بيها على دماغك، وربنا يفرح كل الناس، ربنا يكمل كل الناس على غير. بجد فعلا مش بهزر. اعذروا الناس اللي هي وهي جايه لكم جايبه كيلو بس. الكيلو لوحده لو جايب كيلو صدقوني 800 وحاجه. ده لو جايب كيلو واحد. الناس تعبانه والدنيا مش احسن حاجه. اعذروا الناس اللي تزوركم اصلا بكيلو. ده جايب لي 500 جنيه وهو جاي. عايزين ايه تاني يعني؟ وفي الاخر بنستهين بيه نقول ده جايب كيلو حلويات. كيلو حلويات برقم ايه؟ في الفيديو كان معك هاني فود مالك السي فود، وسلام.